فاجعة تهز إقليم زاكورا وتخيم بظلالها على المغرب بأسره بعد 10 أيام من البحث المتواصل والآمال المعلقة بالدعاء. وضعت السلطات المحلية حدا للترقب، لكن بنهاية مأساوية. العثور على جثة الطفل الرضيع يونس العلاوي الذي اختفى في ظروف غامضة من أمام منزل أسرته هنا بمحيط دواتيتسي التابع لجماعة بن زولي. استنفرت الأجهزة الأمنية بمختلف تلويناتها من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية عقب اكتشاف الجثة في إحدى السواقي القريبة. الفيديو يظهر حالة الانهيار التام لوالد الطفل الذي لم تقوى الكلمات على وصف مصابه وسط تجمهر الساكنة التي عاشت على وقع صدمة حقيقية في هذا الشهر الفضيل. يونس الذي لم يتجاوز عمره 2 كان قد اختفى في 29 من فبراير الماضي، مما أطلق حملة تضامن واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم أنقذوا يونس. السلطات باشرت تحقيقات معمقة حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وهل للأمر علاقة بفعل جرمي أم أنه حادث عرضي. هذه الواقعة الأليمة أعادت إلى الأذهان قصة الطفل عمر وغيره من الأطفال الذين فقدوا في ظروف مشابهة، مما يطرح تساؤلات ملحة حول أمن وحماية الطفولة في المناطق القروية. فما هي رسالتكم لأسرة الفقيد يونس؟ وما هو تعليقكم على تكرار مثل هذه الحوادث؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. إنا لله وإنا إليه راجعون.